لنادي الزمالك 4-1. لكن هنروح لاستاد القاهرة ونتابع أحداث المؤتمر الصحفي اللي دلوقتي شغال بعد المباراة، وطبعا بيتحدث عن نادي الزمالك الكابتن إسماعيل يوسف المدرب العام للفريق. صلاح سليمان وفتح الله وهاني سعيد على أساس إن احنا نأمن في الشوط الأولاني ما يحصلش فينا أي مفاجأة. على نص الملعب كان فيه مرغني وأحمد حسن، وبنلعب شيكابالا تحت الفيرود، اثنين فراوده حسين حمدي وعمرو زكي. يمكن اللي حصل الشوط الاولاني ان نص الملعب فقدناه نتيجه ما كانش فيه ضغط بالنسبه لنا في نص الملعب. يمكن الهدف اللي جابه حسن مصطفى كان لازم ان حد من مرغني او احمد حسن ان هم يضغطوا، لكن ما حصلش. ابتدينا نفكر ان احنا نعدل في طريقه اللعب. احنا يمكن بدانا معظم مباراتنا بطريقه 4-4-2، وزي ما حصل يمكن في الشوط الثاني حسينا ان نص الملعب اتفقد مننا، فنزلنا ابراهيم صلاح وطلعنا حسين حمدي، ولعبنا بسترايكر واحد اللي هو عمرو زكي، وتحتيه احمد حسن وتحتيه شيكابالا، على اساس ان فرقه وادي دجله كانت بتلعب اوفسايد جيم، فعايزين نستغل الانطلاقات الجانبيه والانطلاقات من العمق لاحمد حسن وشيكابالا. ويمكن ده اللي ادانا سيطره في نص الملعب بوجود ابراهيم صلاح مع مرغني في قلب الملعب، والاطراف اشتغل كويس بالنسبه لحازم وبالنسبه لمحمد عبد الشافي. التغيير الثاني طبعا يمكن بنزول احمد جعفر غير من سير المباراه لما لقينا ان وادي دجله بتلعب، نزلت واحد كمان سردباك، بقوا 3 في القلب، فقلنا نلعب باثنين فراوده نقلل الضغط اللي كان علينا في بدايه الشوط الاولاني. انما الحمد لله قدرنا بعد ما ضمننا الحمد لله 3-1 خرج كابتن حسن، خرج احمد حسن، وبقينا نلعب ب3 ديفندر اللي هو ابراهيم صلاح ومرغني وعمر جابر عشان نقفل الجيم ونستغل الانطلاقات، ولعبنا بشيكابالا واحمد جعفر وعمرو زكي. وبس عشان اقول لحضراتكم ان احنا كنا بنلعب باثنين فراوده فوق بعض، يعني عمرو زكي واحمد جعفر او العكس، واحمد جعفر او عمرو زكي كانوا بينزلوا بيساعدوا في نص الملعب، لان وادي دجله كان بيلعب ب6 نص ملعب فيرود، واستغلال الانطلاقات الجانبيه بالنسبه لعاشور التقي وميكي. لكن الحمد لله رب العالمين الشوط الثاني مختلف تماما. ولادنا الحمد لله واضح ان اللياقه البدنيه بتاعتنا عاليه جدا، ودي برضو اللي ادتنا السيطره. القرايه من بره بالنسبه للكابتن حسن كانت مميزه جدا، ده ما يقللش من فريق وادي دجله ومعاهم وسط. هلو مبروك، ثانك يو. عملوا شوط مميز جدا عن طريق نص الملعب، كانوا مسيطرين عليه الشوط الاولاني، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نحسم المباراه، ودي بدايه لمبارياتنا ان شاء الله. وكان يهمنا جدا ان احنا نفوز باي نتيجه. توقعاتنا ما كانتش 4، برغم النتيجه كانت ممكن الشوط الثاني توصل ل5 و6، لكن الحمد لله رب العالمين وادي دجله فريق محترم، بشكره جدا على الاداء اللي اداه. تعبنا جدا الشوط الاولاني، انما الشوط الثاني يمكن اللياقه البدنيه فرقت، وتغييرات كابتن حسن فرقت معانا، وقدرنا نحسم المباراه. شكرا كابتن. طيب ده كان المؤتمر الصحفي يعني، وسمعنا الكابتن نادي الزمالك فقد نص الملعب في الشوط الاول، وفريق وادي دجله تعبهم يعني في الشوط الاول، والشوط الثاني اضطروا يعملوا تغيير ابراهيم صلاح عشان يظبط مع احمد المرغني يمسك منهم شويه نص الملعب، بالاضافه الى خروج حسين حمدي. مظبوط، هو زي ما احنا اتفقنا كابتن كريم، كان في خطا في الدفاع، عمليه الانشار كانت سيئه، وفي نفس الوقت وسط الملعب بالنسبه لوادي دجله كان ممتاز جدا، وفي نفس الوقت هجوم نادي الزمالك برضو ما كانش فيه حسن انتشار. العمليه دي اتفكت بان حصل تغيير وتعديل في نفس الوقت، بحيث ان لما نزل لما خرج صلاح سليمان بقى في حسن انتشار بالنسبه لخط الدفاع، لان بقى في مساحات افضل، وبقى في حريه للتحرك بالنسبه للاطراف. يعني حازم امام وعبد الشافي الشوط الثاني مختلفين تماما عن الشوط الاولاني. طيب معلش يا كابتن زيزو، المؤتمر الصحفي بس كان فيه مشكله في الصوت رجع لنا تاني. هنكمل مع المؤتمر الصحفي ونسمع مستر والتر مايس المدير الفني النادي وادي دجله. هم يضغطوا في الاخر والفرص سنحت لهم، ومن الفرص دي ان هم قدروا يسجلوا. I'm only a little bit unsatisfied about the fact that we took 2 goals at the end of the match. أنا بس مش راضي على حتة إن إحنا في آخر المباراة دخل فينا جونين.
because I don't think that the result of 4-1 is not, the image of the game. نتيجة 4-1 ما تعبرش عن المباراة. But مبروك for Zamalek and بيبارك للزمالك وبيبارك لكابتن اسماعيل. Good luck and hopefully a final against Al Ahly. وهو بيتمنى لكم كل التوفيق وان انتوا توصلوا في الاخر النهائي كمان. ان شاء الله. اسمع اتفضل. من مكانك سامعين على طول. سيد متولي قناة الحياة. كابتن اسماعيل في ناس حضرتك يعني مستوى الدفاع بتاع نادي الزمالك النهارده كان فيه يعني خلال الشوط Some problem is in defense of Zamalek. اعتقد هل especially in the first half. ان هم ممكن يبقوا اول مباراة رسمية السؤال الثاني هل نادي الزمالك هيلعب برضه 3-5-2 وهيبقى التغيير وفق مباريات المباراة ولا الزمالك هيستثمر 4-4-2 برضه عايز اقول حسين حمدي وسبب يعني النهارده عدم ظهوره بالمستوى اللي يمكن كتير من جمهور الزمالك بيعلق عليها شكرا. هو السؤال طبعا الاولاني بالنسبه لخط الظهر عندنا انت جاوبت عليه، يعني ممكن لان اول مباراه رسميه الثلاثي يلعب جنب بعض ففي بعض الانسجام كان مفقود، لكن ما كانش بالخطوره اللازمه لان نص الملعب بتاعنا ما كانش بيضغط بالضغط المناسب، فكان في بعض الثغرات بالنسبه لنا. السؤال بالنسبه لحسين حمدي، حسين حمدي كنا حاطين عليه امال وهو ان شاء الله حاطين عليه امال كبيره جدا في اول لقاء ليه، وهو ما اتغيرش عشان وحش يعني، لكن تركيبه اللقاء لان وادي دجله كان بيلعب باوفسايد جيم واضح، فكان عايز سرعه حركه وعايز حد من تحت يشتغل، فحطينا كتكتيكيا حطينا احمد حسن وشيكابالا ولعبنا بسنتر فيرود واحد عمرو زكي، قدرنا ان احنا نستغل الجناب بالنسبه لوادي دجله. السؤال الثالث 3-5-2 احنا بدأنا ب 3-5-2 وغيرناها الشوط الثاني لعبنا ب 4-3-2-1، يعني الكابتن حسن بيصر ان هو يحفظ اللعيبه جميع الطرق على حسب احتياجاتنا للنتيجه او احتياجات الماتش، يعني احنا بدأنا ب 3-5-2 وغيرناها اثناء الجيم اكتر من مره او مرتين، لعبنا ب 4-4-2 صريح ولعبنا ب 4-3-2-1 ولعبنا ب 4-3-1-2. اتفضل. في سؤال في البداية عايز أقول بس والتر لماذا تراجع مستوى الفريق من يعني بمستوى 180 درجة من الأولاني من الشوط الأول للثاني، وده يمكن برضه لما سحب حسن مصطفى وهو كان يعني لاعب Hassan Mustafa, he see him was better than the ones who came in. There are some wrong substitutions that made it a heavy match, a heavy score. I say, see coach. Yes. The explanation is very clear. الشرح واضح. The second half Zamalek was better. الشوط الثاني الزمالك كان أحسن. It has nothing to do with the substitutes. ملهاش علاقة بالتغييرات بتاعتي. Nothing at all. ملهاش علاقة I was بالتغييرات. very satisfied about أنا Mustafa. راضي على حسن مصطفى والأداء اللي عمله. You know that he played here in Zamalek last 3 months. He didn't. أنت عارف إنه في آخر 3 شهور بسبب إصابته اللي كانت في إيده ما لعبش. Do I have to kill him? ما لو لعبته في 90 دقيقة وممكن يحصل له حاجة مش هخلص عليه. هحتاجه في الدوري. كابتن لا السؤال الثاني معلش انا كنت عندي اتفضل كابتن اسماعيل الشوط الاولاني يعني خط سمعنا طبعا تعليقات او تصريحات كابتن اسماعيل يوسف ومستر والتر مايس المدير الفني وادي دجله ليكوا كابتن